السلام عليكم احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير وسعاده دايما. عايزه مبدئيا ارحب بالمشتركين الجداد في القناه واقول لهم انتوا عراسي ونورتوني، واتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم دايما. اهلا بيكم. نفس اللعبه اللي تسببت في طرد اسامه فيصل اللي في البنك الاهلي، ونفس اللعبه اللي تسببت في طرد حسام حسن في ماتش سموحه، هي نفس اللعبة اللي اتحسبت ضربة جزاء على حسام عبد المجيد في ماتش نهضة بركان. شفتوا بقى حكام الطبطبة وحكام الاحتواء وحكام القرارات العكسية لصالح الزمالك عملوا ايه في لعيبة الزمالك؟ خلوهم يعتمدوا على ان التحكيم يكون لعيب معاهم، يعني لاعب اساسي او من ضمن التشكيلة او من ضمن الخطة اللي بيلعبوا بيها. خلتهم كانوا ممكن يضيعوا على نفسهم اسهل بطولة عدت عليهم في تاريخهم، اسهل بطولة ما قابلوش فيها فريق عليه الطلب، ما قابلوش فريق يعتبر يعني فريق كورة يخوف او بيلعب كورة يعني زي ما قال الكتاب. مفيش. يمكن من وجهة نظري اصعب فرقة قابلوها كانت فيوتشر، بس بعد كده مفيش. ولا بقى فريق نام واحلم، ولا فريق معرفش ايه اللي انسحب واللي يعني مفيش فرقة تعتبر تخوف. لكن ماتش نهضة بركان لعيبة الزمالك كانوا خايفين، مرعوشين، مستعجلين، متسربعين، معرفش كان في ايه مالهم. الشحن الزيادة او التحفيز الزيادة من الاعلام ومن الجماهير بعد هزيمة سموحة اثر عليهم بالسلب، وده اللي شفناه ان اللعيبة مش عارفين يعملوا ايه، تايهين للاسف. كان ممكن يضيعوا على نفسهم البطولة هناك، بس ربنا ستر والجون اللي جه خلى فيه امل، وان شاء الله الامل موجود، وان شاء الله يتعوض هنا والبطوله تكون من نصيبهم. مش بنتمنى لهم الخساره، لكن بنتمنى ان هم يركزوا، بنتمنى ان هم ما يعتمدوش على الحكام، ما يبقاش الحكم لاعب اساسي وهو الباقي كله احتياطي ليه، لان دي مش كوره. واحنا مش هنبعت معاكم في كل بطوله الحكام بتاعتكم اللي بتحتويكم. انتوا بتلعبوا باسم مصر، ولازم تفكروا في مصر وتفكروا في نفسكم. تمام. مش عايزه اتكلم كتير في ماتش الزمالك علشان يعني اتهرى كلام بس كنت عايزه اقول لكم ان احنا ناويين نعمل سلسله فيديوهات نتكلم فيها عن الانديه الجماهيريه، وازاي اتاثرت، وازاي الدوري المصري خسر بهبوط مستوى الانديه الجماهيريه. هندور على حلول وافكار جديده بره الصندوق وهنناقشها مع بعض، ونتمنى ان هي تكون حاجه مفيده، ونتمنى ان هي صوتنا يوصل. عايزين نتكلم في هل الانديه اللي مش جماهيريه وانديه الشركات والمؤسسات اثرت بالسلب على الدوري المصري، ولا فادت الدوري، فادت الكره المصريه عموما، ولا اثرت عليها؟ الكره من غير جماهير ملهاش طعم، ملهاش معنى. وشفنا في ماتش المحله والاهلي كان الجماهير على قد ان هو كان قليل، بس كان عامل روح للماتش وللمباراه والمدرجات. كان جمهور ملتزم وجمهور جميل رغم المشاكل اللي حصلت في التحكيم وحصلت في المباراه، لكن الجمهور كان جميل وملتزم. اكتر حاجه استغربت لها في ماتش المحله والاهلي الاخير ان دكه البودلة كان عندهم فار كده على الضيق، عمالين كل كوره يجيبوا تليفونات واللابتوب ويشوفوا الفار، وكلهم كانوا عاملين شغالين بدون الفار يعني. بس حاجه اول مره اشوفها الحقيقه. لكن كانت حاجه لذيذه. لكن الحاجه اللي زعلتني دي قهرتني مش عشان الحركه، لا، يعني عشان انا استغربت ان في لاعب بيلعب لفرقه زي المحله او اي فرقه، اي فرقه ليها جمهور. جمهور المفروض ان انت بتحترمه، وتجيب جون في الاهلي فترفع شعار الزمالك. انت بتلعب دلوقتي في فرقه المفروض تحترمها وتحترم جمهورها، وتحترم الناس اللي انت المفروض بتاكل معاهم عيش يعني. احترم النادي واحترم جمهوره. انت زملكاوي او من ناشئين الزمالك معار للمحله، لكن انت جايب الجون ده باسم النادي اللي انت بتلعب له، فاحتفالك يكون للنادي احتراما لجماهير النادي، مش عشان اي حاجه. بس حاجات كده صغيرة بتعدي على الناس، لكن بتفرق كتير قوي مع الجمهور، وبتفرق مع ناس بتفهم كورة وبتحب الكورة. زي ما قلت لكم هنعمل شوية فيديوهات كده عن تأثير
الانديه بتاعت الشركات على الدوري المصري، وهل اثرت بالسلب او بالايجاب. اتمنى ان الفيديوهات دي تعجبكم. انا اتاخرت عليكم وبقالي كام يوم ما بنزلش فيديوهات، معلش سامحوني، وعشان كده مش عايزه اطول عليكم. انا قلت بس ايه، اجي امسي عليكم كده عشان وحشتوني، واحلى مسا عليكم. سلام عليكم.